النهارده بقى جولتنا مختلفة تماما. هنروح أكبر متحف موجود في العالم بيضم حضارة واحدة بس، وهي الحضارة المصرية القديمة. يلا بينا على متحف المصري الكبير. شيء بقوله كل يوم ونادي باسمك انتي والعالم قصادي، يا عمري كله يا شهادة ميلادي، فداكي حياتي يا حب عايشة من بعدك. تحيا مصر كلمة قالها كل مصر في قبل ما ندخل المتحف من جوه بتقابلنا المسلة دي مسلة رمسيس الثاني، كانت موجودة في صان الحجر وعثروا عليها وهي متقسمة ل3 أجزاء، وتحت قاعدة المسلة مكتوب عليها مصر كل اللغات. لما احنا حبينا نرجع آثارنا المسروقة بره مصر اتهمونا ان احنا ما عندناش مكان كويس نحافظ بيه على الآثار بتاعتنا، فمن بعدها ب20 سنة عملنا متحفين، متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير. 2002 أعلنت الحكومة المصرية عن مسابقة للديزاين المتحف وشارك فيها 83 دولة، وفي سنة 2003 أعلنوا الفائز وكانت شركة إيرلندية، وفي سنة 2005 بدأوا في بناء المتحف بس اتعطل شوية وكملوا بناؤه في 2014. نيجي بقى ندخل المتحف، بيكون في استقبالنا رمسيس الثاني. طب مكتوب ايه بقى على ظهر التمثال من ورا؟ امن را حور امن كا موت اف مري مايد نسبيتي وسر مايد را ستب ان را مس سو مري امن. وبالمناسبة وصل التمثال المتحف قبل ما يقفلوا السقف، ده غير ان المهندسين المصريين ظبطوا التمثال في مكان تتعامد الشمس فيه على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنة، 21 فبراير و21 اكتوبر، زي ما بيحصل في معبد ابو سمبل. اما دي بقى كانت اكتر حاجة مختلفة بالنسبة لي وعجباني جدا، كاميرا في المتحف بتتصور وتحط الايميل بتاعك وبتتبعت لك الصورة على الايميل. وهنطلع للدرج العظيم وهنشوف رحلة للحياة الأبدية.